عن اليورانيوم المنظم ذلك الرعب النووي في حروب الخليج حفل توقيع الكتاب الذي احتضنه قصر الثقافة والفنون. طبعا تعرفون أنه اليورانيوم المنظم شغل صراحة الشارع العراقي والدولي على وجه السنة، لأنه هو ليس العراق وحده تعرض لليورانيوم المنظم. أنا أقصد مو اليورانيوم المنظم تعرض له، وإنما تعرض إلى القذائف المطلية باليورانيوم المنظم. أكو فرق، لأنه صراحة هو اليورانيوم المنظم طلاء مغلفة تطلى أو تغلف باليورانيوم المنظم. بأنه أتقدم بأكتب كتاب عن هذا الموضوع. لا، العمل كان شاق جدا وكبير، رغم أنه ممتع، لكن عانيت به الصعوبة المشاق، فعانيت ما عانيت. صراحة المصادر باليورانيوم المنظم جدا جدا قليلة، بل يبدو أن تكون شحيحة. مصادر قليلة، بضع مصادر. حاولت أدخل على كل المصادر العالمية، هنالك شبه تحكيم على هذا الموضوع. تعرفون أنه موضوع خطير، لا سيما اللي ارتكبت الكارثة هاي الدول أمريكا وبريطانيا، جريمة هي. اليوم احنا كنا حاضرين لتوقيع كتاب، وهذا الكتاب هو ليس فقط اي كتاب، وانما كتاب يتحدث عن الخطر النووي. ان احنا في البصرة دائما وابدا معنيين بهذا التلوث، وان كل الامراض اللي تصيب الاشخاص في البصرة هذه الامراض هي من جراء التلوث النووي، اللي احنا غفلنا هذا الجانب وبحثنا عن جوانب فرعية اخرى نحاول ان نلصق بها امراضنا اللي اصابت ابناء البصرة. البصرة هي المحافظة الوحيدة التي كانت ضحية لليورانيوم المنظم. البصرة المحافظة الوحيدة التي أصيبت بشكل مباشر بالإشعاع الناتج عن اليورانيوم المنظم، وعانى أهلها معاناة من أمراض سرطانية وعلل ووفيات وكل ما يمكن أن تؤثر فيه الإشعاعات في جسم الكائن الحي بما فيهم الإنسان. موجودة خرائط تمثل مواقع الإشعاع المباشر، بدءا من صفوان جبل سنام صعودا إلى الرميلة، وبالجهة الأخرى وصولا إلى شط العرب والتنومة. كل هذه مصابة أو ملوثة. طرق الدكتور اليوم هذا الموضوع وأشوفه أشبعه من حيث أنه هو يعني كيفية استخدام الذرة والاستخدام النافع للذرة، أقصد بها اليورانيوم، والاستخدام الضار اللي هي داخل الحروب. فإن شاء الله يكون هذا المصدر مفيد لذوي الاختصاص وللمجتمع البصري على وجه الخصوص. عقود من الزمن مضت على حروب الخليج ولا تزال آثارها إلى الآن، ولعل أبرز مخلفات اليورانيوم المنظم. من قناة بصرة 365 مرتضى عبد الله.